السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. اليوم عندنا تجربة جديدة. قبل التجربة هذه نحب أول شيء نعزي إخواننا وأهلنا ونفسنا والمسلمين، ونتمنى الشفاء إن شاء الله للمرضى والمصابين، والله إن شاء الله يساعدهم ويخفف عنهم آلامهم. اليوم عندنا ثلاث فواكه. عندنا الموز الأحمر الهندي، وعندنا العنب الثعلب الهندي، وعندنا البرتقال الصيني. بنشوف كيف عملات من داخل ونشوف شو فوائدها. طبعا من فوائد الموز يقوي جهاز المناعة، خلط الدم، عندك هذا يساعد على أمراض القلب، هذا اللي أنا قريت عنه. طبعا البرتقال انتم تعرفون شو فوائدته، بس هذا البرتقال ما أدري إذا نفسه أو غير. خلنا نبدأ في أصغر شيء من البداية. خلنا نبدأ في العنب الثعلب الهندي. هذا شكله الخارجي دائرة نفس النبق أو الشيبان، أهلنا وربعنا يعرفونه. بنفتحه كيف عامل من داخل وشكله، وبنعطيكم طعمه وفيه شو ينفع. قلنا لكم فوائده. بسم الله نبدأ. طبعا عص شوية جامد يعني على قولتهم، مو لين. هذا شكل الداخلي شكل عادي. هذا قشر اللي هو الصلامة مالته، طعامه عاملة خضرة، ونطعم كيف شكله. بسم الله. مستحيل لكن بكمل عشانكم. مر جدا، في شوي حموضة، الله أعلم شو يستعمل، لكن في فوائد على قولتهم. مر جدا، ما أنصح أبد لا تجرب. مر مرورة شديدة يعني، ريح مويه شوية، مرورة جدا. يمكن نفس الحنظل على قولة أخواننا وربعنا يعرفون الحنظل. من باب التجربة أنا باكله. حامض ما ينفع له عصير، يمكن يضاف لأكلات ثانية، الله أعلم. هذا بخصوص العنب الثعلب، صدق أنه ثعلب. خلينا نشوف الموز كيف عامل. طبعا الموز هذا ثقيل، أنا بقسم منه جزء عشان تشوفونه من داخل كيف عامل. طبعا عامل نفس الموز، لونه شوية أغمق يعني مايل للسواد، مو برايح للبياض. خلينا نشوف طعمه كيف طالع. قشرته شوية قوية، أحس إنه صعبة بقشر عشان بس أذوق طعم كيف طالع. باخذ منه، مبين إنه غض، نفس اللي هو الموز الغض. خلنا نجرب، نقول بسم الله. نفس ما قلت لكم. طبعا تعرفون الموز الغض اللي بعد ما بلغ في مرورة يكون طعمه مر، لكن حلو يتقبل. يمكن هو بعد ما ناضج، أو أن هذا شكله مر. نفس الموز الغض يمكن أخضر، هذا نفسه نفس الطعم، ما يفرق أي شيء. ما أدري عشان شو معروف بهالطريقة. خلينا نجرب البرتقال أو الصيني كيف طالع من داخل وشو طعمه. أتوقع نفس باشن فروت، أو أنا غلطان؟ باشن فروت. لا يكون هذا باشن فروت وأنا غويت على قولتهم. باشن فروت بس مكتوب عليه. أشوف فواكه طلعت هندية، يمكن أنا غلطت في الباشن فروت. هو الباشن فروت أتوقع. طبعا عارفين الباشن فروت شو طعمه. في حموضة على حلاوة شوية. أنا ما أعرف هو الباشن فروت هذا، هل أنا غويت؟ أظني غويت. باشن فروت هالفاكهة معروفة، في حموضة شوية.
نفس الفاكهة الأولى اللي صورناها قبل لكم. باختصار الفواكه ذيلا اللي جربناها اليوم، قلنا لكم فوائدهن، تعرفون باش نفوت فيه فوائده. حق للعلاج زين، حق الأكل ما أنصح. من ناحية فوايد إذا تبونه أوكي، أما حق أكل ما أنصح. باش الفروت تعرفونه ما يحتاج أنصح. وهذه تجربتنا اليوم، أتمنى أنها تعجبكم، ولا تنسون دعمنا عشان نستمر، واستلمونا في التعليقات شو اللي تبونه نجربه في المرات القادمة، سواء أكل فواكه أي شيء. السلام عليكم، والله يحفظكم أجمعين إن شاء الله.